يا صباح الفل والهنا على عيونكم، يا صباح كل حاجة حلوة. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل بقى ما نبدأ في اي حاجة، زي ما احنا متعودين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اكثروا من الصلاة على الرسول يا بنات في ايام ذو الحجة دي. ربنا يا رب يتقبل مننا ومنكم كل صالح الاعمال. إيه، لو اول بقى مرة تشوفيني يلا كده تشتركي اشتراك كده ولايك كده في القناة، مش هتخسي حاجة. خلي القناة تترفع بيكم ان شاء الله. هنا كده جهزنا فطار حلو كده زي عسل زيكم، زي ما انتوا شفتوا. وكان فطار متين شوية لان ايه، كان الغدا حاجة سهلة وبسيطة، فقلت ايه خلينا نعمل فطار حلو كده. وبالذات بقى ايه يشبع الولاد للعصرية كده، نبقى نعمل غدا خفيف. يلا بقى حطيتيلي اللايك، حطي اللايك وتعالي نشوف الغدا في ايه النهارده. وصلي على الرسول في قلبك عليه افضل الصلاه والسلام. معايا معلقتين كبار من الزيت، زيت او سمنه زي ما تحبي حطي. وحطيت بصلايه كبيره محترمه او بصلتين وسط، ونزلت عليهم كده مع الايه مع الزيت. طبعا احنا في اخر الشهر وعايزين اكلات يا ساره اقتصاديه، واكلات كده تخف من علينا الضغط والبصوا واللحوم بقى والسمك والحاجات اللي بتاخد مصروف الشهر كله بتتفرتك دي. فهنا معايا اكله بسيطه، وبصوا عايزه اقول لكم سكر كده. طبعا بقى بعد ما حطيت زي ما قلت لكم حبه من الزيت وبصلايه كبيره محترمه، نزلت بقى بالبهارات بتاعتي: بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره ورشه من بهارات اللحمه او البهارات البيضاء اللي انا كنت موريها لكم في فيديوهات قبل كده. معلش اسفه في القناه القديمه. ربنا يعوضنا خير يا رب. ادعوا لي والنبي يا بنات من قلبكم ان ربنا يعوضنا خير عن القناه القديمه. عايزه اقول لكم ان انا زعلانه جدا والله العظيم ما بنام. وبصوا مش رايحه على بالي فيديوهاتي، وده كفايه بس الفيديوهات الشورتس. قسما بالله كان عندي فيديو انا وماما كان جايب 300 الف مشاهده، وهو يعتبر اللي رفع القناه. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. عملت ايه؟ حمصت البهارات مع البصل مع الزيت. وبعد ما حمصت الكلام الحلو ده كله، هعمل ايه تاني؟ عملت ايه تاني يا بنتي يا ساره؟ عايزه احط بقى فصين من التوم. طب مش عندي توم يا ساره. انا بقى مش هحط توم، انا عندي معلقه دقه من اللي هي الفلفل الاحمر والثوم والليمون. وبصوا دقه الفلفل الحمراء العاديه خالص، بس انا عامه الدقه بكتر فيها الثوم. فهنا مش هحط توم صحيح، وهحط معلقه من الدقه دي. عايزه اقول لكم ودت الاكله دي في حته تانية خالص. طبعا بصوا الوصفه دي ممكن تعملي منها 3 اصناف، وهو اللي بتحطي الزيت وتشوحي البصله وبعد ما البصله تتشوح بالبهار وتنزلي بمعلقه دقه زي كده، تحطي البطاطس وتشوحيها وتحطي لها كوبايه ميه وتسيبيها تستوي في عرقها، وتبقى بطاطس بالدقه بالبهار بالبصل، وتاكلوها بعيش. تمام تمام. طيب انا هنا هعملها النهارده ايه؟ هعمل رز ببطاطس بطماطم. تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم الاكله دي بحبها جدا والله. يعني احسن من الفراخ واللحمه بالنسبه لي. لما بتكون طالعه سخنه كده بتبقى حكايه خالص. حطينا ايه؟ زي ما قلت حطيت بصل وزيت وبهارات، وبعد كده معلقه من الثوم او معلقه من دقه الفلفل. وبقى هنزل هنا بمكعبات بطاطس. مكعبات بطاطس انا بصوا مقطعه زي حوالي نص كيلو بطاطس. نص كيلو بطاطس. وهشوح بقى كل الكلام الحلو ده. هنا ممكن تكتفي بكده وتعمليها وجبه عشاء او وجبه فطار او وجبه غدا بالعيش. طيب انا بقى ما اكتفيتش بكده، انا هنا بحط رشه ملح، رشه اللي انا حطيتها الاخيره دي حطيت مرقه دجاج سايبه يا بنات. عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي في الاكل، جربوها. عايزه تحطي مكعب حطي، عايزه تحطي مرقه سايبه حطي اللي تحبيه. هنا بقى اقلب البطاطس وكل الكلام الحلو اللي احنا عملناه مع بعض. وبعد كده هنزل بنص كيلو من الرز. طب ماشي يا ساره مش عايزه احط رز، اعملي زي ما قلت لك. هنا كده هيبقى البطاطس مع البصل مع الرز مع الطماطم مع معلقه الدقه اللي احنا حطيناها. قولوا بقى انتوا، يعني قولوا بقى هيبقى الطعم عامل ازاي. اوعي بقى تنسي لو وصلتي معايا لحد هنا جزاك الله خير، الله يكبر خاطرك يا رب. تحطي اللايك وتشتركي في القناه عشان عيلتي الصغيره تكبر بيك ان شاء الله.
هنا بقى رشه بابريكا برضو، وعايزه بتحبيها بقى حاميه حطي رشه شطه وفلفل اسمر، وهبهر برضو الرز. وهنا برضو مرقه دجاج سايبه وحبه بهارات كده. طبعا الاكل الارداحي ده بيبقى عايز سنه بهارات زياده كده عشان ايه؟ يديله طعم. طيب انت قلتي يا ساره احنا ممكن نطلع 3 اكلات من الاكله دي. طبعا اكله البطاطس اللي قلتها لكم في الاول، وممكن هنا بقى نكتفي وننزل بشوربه. فاهمين؟ يعني ممكن كمان الأكلة التانية إن إحنا هنا نكتفي البطاطس بالرز بالبهار بالملح وننزل بشوربة، يبقى رز أبيض بالشوربة والبطاطس. طيب أنا بقى النهاردة هعمله بإيه؟ هعمله بالطماطم. فأنا كده اديتك 3 أفكار في أكلة واحدة. أستاهل لايك يا قلب أختك. حطي لايك حطي لايك حطي لايك واشتركي في القناة، محدش واخد منها حاجة. وادعوا لي إن ربنا يا رب كده يكتب على قلب الصبر إن عن القناة التانية اللي راحت. هنا بقى نزلت بحبة طماطم محترمين، والطماطم اليومين دول حلوة في السوق يا بنات وحمرا. هاتي وخزني طماطم، لو رخيصة هاتي وخزني واركني، مش هتخسر خالص. طبعا هنا كنت صراحة دي الطماطم دي كانت فريش، كان عندي كام حبة كده في الدرج، فقلت بدل ما اطلع من الفريزر افرمهم وخلاص. هنا بقى كده بقى رز بالبطاطس والطماطم والبصل والبهار. عايزه اقول لكم قسما بالله جربوه طعمه خرافه. واكله مع حبه مخلل مع حبه بتنجان. ابدعي انت بقى، حطي مخلل حطي بتنجان حطي قلي رصة بطاطس سخنة، اعملي بصل بليمون. بصي يعني التحابيش بقى دي عليكي انت. طبعا لما كل ما تحبيش الاكلة تطلع معاكي تحفة. طبعا هنا بقى ايه زي ما قلت لكم، يعني ظبطي دنيتك كده وخلاص. هنا بقى كان الرز سبته يستوى وهغطيه طبعا بالغطا. وعايزه اقول لكم بقى طلعوا بقى جميل جميل تحفه تحفه كده وهو طالع سخن. هو بصوا حلاوه الرز ده صراحه وهو سخن يا بنات، هو سخن كده واديله ادي. وبعد كده بقى معانا ايه النهارده؟ عملت بصوا هو اليوم كان متعب ومرهق، مش علشان الاكله طبعا بسيطه جدا يعني ما خدتش اي وقت ولا مجهود، في 5 دقايق كانت اتعملت. بس النهارده كنت منزله بقى الشفاط، كنت بغسله مطرح طبعا عفرة الرخام وكده، كان شايل بصوا بلاوي. فطبعا زي ما انا قلت لكم علشان احنا ستات بيوت. وهنا كلنا بطيخ طبعا بعد الغدا عشان بس ما اخدكوش في الكلام. كلنا بطيخ، وكان ابو يارا الله يبارك في عمره يا رب كان بيقطع البطيخ بقى واحنا قاعدين طبعا مستنيين البطيخ. ماشي. وهنا بقى غسلت الشفاط واديت برضو البوتاجاز كده كان عليه ورق سلوفان اللي هو الاصفر ده، حتى لو رجعتوا للاكله هتلاقوا كان عليه الورق السلوفان. طبعا بحس ان هو بيكتم البوتاجاز كده، فحابه احطه وحابه اشيله، يعني انا ايه مش مستمريه عليه قوي بصراحه. شلته هنا بقى كده وقلت ادي البوتاجاز ايه غسله محترمه بالفرن بكله. وعشان يبقى عملت ايه، عملت اكله بسيطه وسهله وما خدتش وقت، بس في نفس اليوم ما ضيعتوش. ما عملت ايه؟ غسلت الشفاط زي ما قلت لكم كان لامم والله العظيم انا اصلا اتكسفت اصوره قبل وبعد. كان لامم تراب من الرخام يا بنات، هو تراب بس يعني حاجه فظيعه. وخليته فله زي ما انتم شفتوا كده في الاول. وبعد كده دخلت على البوتاجاز برده خليته فله، وغسلت مواعين الغدا اللي دخلنا فيها ومواعين البطيخ. وعملنا عملت انا حاسه ان انا النهارده عملت مجهود مع ان كان في اكل بسيط، بس غسيل الشفاط لوحده خد مجهود. تمام تمام. اليوم اللي عندك فيه زحمه وفي هتحسي ان انت لا هتعملي حاجه كذا حاجه، خلي الاكله تكون بسيطه وسهله وسريعه. حتى لو ممكن تقضيها نواشف، ممكن تبقى جبنه وبطيخ، واليومين دول في بطيخ، وسلكي امورك كده. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.